صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير او مساء الخير عليكم. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست وبروفيشنال يوتيوبر. اللي ما يعرفنيش اهلا وسهلا بيه، واللي يعرفني ويلكم باك. وحشتوني جدا 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 يا متابعيني يا اعزاء. ايوه عارفه ان انا غايبه عنكم بقالي كتير، ولكن انتوا تحددوا طلباتكم عشان انا تعبت. يعني في ناس تقول لي يا مروه عايزين ناخد كورسات، عايزين تنزلي على ارض الواقع شويه وتفتحي المواعيد بتاعه العرايس، بتاعه الكورسات البرايفت وبتاعه الكورسات الجماعيه. وده اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت دي كلها. علشان كده انا كنت غايبه عن اليوتيوب، لاني كنت مهتميه شويه بالناس على الحقيقه اللي حابين ان هم يتعلموا. ولكن آن الاوان اللي انا شويه يعني اقلل الدنيا دي شويه علشان ارجع تاني لمتابعيني حبايبي اللي ليهم حق عليا على السوشيال ميديا. على اليوتيوب عندنا مليون وي، وعلى الفيسبوك عندنا مليون وي، وعلى الانستجرام عندنا اولموست نص مليون. فلازم الاتنين مليون ونص بالتيك توك بقى بالحاجات دي لازم شويه ان انا يعني ارجع لكم. فاعذروني بقى الناس اللي على ارض الواقع، ونويلكم باك كده السوشيال ميديا. وحشتوني جدا جدا جدا. ايه رايكم في اللوك؟ لا يا جماعه معلش احنا نقول اللي لينا برضو واللي علينا، ان انا بغيب بس برجع لكم بحاجه محدش عملها، يعني حاجه اوت اوف ذا بوكس بجد. يا ايه ده؟ ما هذا؟ خطير فظيع رهيب خطره ورهابه وحشتوني لا بجد وحشتوني. بصوا انا مش هطول عليكم في المقدمه، يلا بينا نبتدي اللوك مع بعض. صحيح نسيت اقول لكم ان احنا هنرجع يوم الدعم تاني، فلو عجبك اللوك وقدرتي انك تنفذيه ما تنسيش تاخدي الصوره اللي انا لسه منزلاها على الانستجرام والفيسبوك، تحطيها وتحطي صورتك اللي انت عملتي نفس اللوك ده جنبها، وتشيريها على الستوري وتعملي لي منشن، وهنشير في وقت معين كل الستوريز اللي البنات عملت اللوك ده فيها، وهنسميه كالعاده بقالنا اكتر من 3 سنين بنعملها يوم الدعم. ما تنسوش تتابعوا الانستجرام بتاعي هنا علشان ده اللي بنشير عليه كل حاجه، فعاليات الكورسات، فعاليات العرايس، اليوتيوب، اللوكات، اخر الاخبار، كل حاجه. يلا بينا نبتدي اللوك مع بعض. هنبتدي مع بعض. طبعا عاملين العين دي اختصارا لوقت الفيديو، ولكن احنا هنجنور خالص، هنتجاهل خالص العين دي، وهنبتدي مع بعض تماما بالعين دي. اول حاجه هبتدي بيها وهو برايمر العين من بلويس، وهو من شيماء اوريجينال ميك اب فور يو، البيج اللي انا بجيب منها كل المنتجات المكياج بتاعتي، عشان انتوا كتير بتسالوني. شيماء على فكره داخل مصر يا جماعه، بتوصل لكل محافظات مصر. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. طبعا البيج بتاعتها زمانها ظهرت هنا. اوكي، ههتم بوضع البرايمر. نقرب بقى كده في المنطقه العلويه من الجفن الثابت، اللي هو AKA also known as الجفن الكريس. كده احب اوريكم اختراع من احلى الاختراعات اللي احنا شاهدناها في الفتره الاخيره في عالم الميك اب، وهو الميني باليتس من سيجما. الباليت الاصليه من سيجما بتكون في الحجم ده، بيكون فيها 14 لون. اوكي، سيجما عملت ايه؟ جابت اكتر 4 باليتس ناجحين عندها او بيست سيلر، وطلعت منهم الميني. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا باليت امبيانس من مفضلاتي، وكل بنات كورساتي عارفين يعني ايه باليت امبيانس عندي. تمام، جابت لك الباليت وحطت فيها اكتر 7 الوان خطار فيها، وطلعت لك ميني باليت. ليه؟ علشان انت لو معكيش البادجت بتاعت الفول باكج تقدري تجيبي الميني باليت. فده بصراحه از ماركتنج وايز واز تفكير يوفر على المستهلكين سقفه كبيره جدا. باليت النهارده اللي احنا بقى هنستخدمها منهم وهي كور دروزا، من الباليت المفضلين عندي من سيجما. اما بقى بالنسبه للفرش النهارده، علشان الناس اللي هتسالني الفرش، احب ان انا اقول لكم كده المنتجات اللي انا هستخدمها من الاول. انا هستخدم النهارده بقى فرش سوما. فرش سوما اللي متابعني على الانستجرام عارف ان بقى لها اكتر من فتره كبيره جدا جدا هي الاساس عندي، هي اللي انا ما بقدرش استغنى عنها. وبالذات وحطوا تحت بالذات دي كذا خط، الطقم السيلفر للعيون مشهور جدا جدا جدا. سوما بتطور فيه دايما، والمجموعه دي بالذات بتتميز عن غيرها بالفرش دي. سوما كانت اول حد في مصر وفي الوطن العربي يضم المجموعه دي اللي انتوا شايفينها دي في
طقم الفرش. واي فرش تانية يا جماعه ايديها سودا هتلاقوها هو نوعين، يا سوما يا سيجما، مفيش غيرها. اوكي طيب انا هبتدي اخد فرشه صغننه زي دي اوكي، وابتدي اخد اللون الماروني شويه، وابتدي بطرف الفرشه. خلي ايدك بالعرض علشان لما تيجي تحطي اللون يحطه بطريقه مدببه، بطريقه دايركت، يعني ما تحطوهوش وايدك نايمه كده فتحطيه بطريقه مموهه، لا انا عايزه اللون يكون كده واضح مركز ومش على منطقه واسعه، مش مموه. خلي بالكم اللوك ده عباره عن 3-4 كات كريس في بعض، 3-4 ايلاينر في بعض، فهو يعني التكنيك بتاعه قائم على ايه؟ قائم على الثبات والدقه والرسم والاحتراف، قائم على حاجات كتير. يعني انت لو نجحتي في البيت انك تعيدي اللوك ده وتعمليه، اعرفي ان انت مستواكي يعني يكاد يكون بروفيشنال. لو انت مطلعاه بالمنظر ده تبقي بروفيشنال. لو انت نجحتي انك تطلعيه بمستوى اقل شويه، انت كده مستواكي بيكون متوسط عالي. فان انت تطلعي اللوك ده اعرفي ان انت مستواكي، انت ميك اب ارتست، انت ناجحه، انت شاطره. علشان في ناس يعني لما نزلت بقى على ارض الواقع، وهو سبب غيابي عن اليوتيوب الفتره اللي فاتت لاني رجعت تاني انزل على ارض الواقع شويه وادي كورسات للبنات اللي حابه انها تتعلم فنون الميك اب وتعلي من مستوى الاحترافيه لايديها ومستوى الدقه. لما نزلت لقيت بنات شاطرين جدا ولكن فاقدين الثقه في نفسهم. يعني ممكن يطلعوا لوك زي ده ورايا يقولوا لي مروه احنا في مننا امل؟ امل زعلت. امل زعلت بجد. لما انت تطلعي لوك زي ده وتبقي انا واقفه معاكي ومطلعاه وتحفه والدمج رهيب واستخدامك للفرش صح، ما ينفعش تسالي. لازم يكون في يا جماعه قدر من الثقه في نفسك. لو انت عندك القدر من الثقه مفيش حاجه تغلبك، لكن لو انت ما عندكيش الثقه دي في نفسك كل حاجه هتغلبك. لو حد عمل كده فيكي هيغلبك. ليه؟ لان مفيش ثقه داخليه. ما ينفعش، لازم يبقى عندك الثقه. اقول لكم على كبيره كمان، حتى لو انت ما عرفتيش تطلعي اللوك، حتى لو ما طلعتوش من اول مره عادي، امال التدريب اتوجد لي. اتدربي، اشتغلي، بس اهم حاجه عندي ايه؟ الثقه. ان انت تبقي واثقه ان انت هتطلعي النتيجه، عشان يوم ما تطلعي النتيجه تقولي انا كنت واثقه وطلعت. ساعتها ثقتك مستواها يكون فين؟ مش هنا بقى، يكون فوق خالص، فتعرفي ان مفيش حد هيغلبك في الدنيا. نصيحه اخويه، ما تكمليش بقى. مين اللي هيكملك؟ الدمج. انت ما تكمليش وضع، احنا كل ده بنضع اللون. لما تيجوا بقى تدمجوا، نصيحه اخويه تانية بلاش تكون الفرشه بالعرض. بالعرض احنا بنحب نحط اللون عشان يطلع اللاين رفيع شويه، لكن انت عايزه تدمجي دمج. يعني شايفين سمك اللاين بقى قد ايه؟ بقى عريض، يبقى انت اقلبي الفرشه خليها بالطول. تاني شايفين انا بحط الفرشه كده، لما اجي احط اللون بحط الفرشه كده، لما اجي ادمج بخليها كده وادمج بالعرض اهو كده. ده هيخلي الدمج بتاعك اسهل، اسرع، وبروفيشنال اكتر، لانه بيخليه على مدى ابعد او مدى اوسع. تبتدي بقى وانت بتدمجي ايدك تسرع. بعد ما دمجنا اول لون هنبتدي ناخد من نفس الباليت وهي كورد روزا اللون التاني وهو البني شويه. نفس الفرشه عادي جدا مفيش مشكله، وابتدي اركز اللون على نص الكات كريس الداخلي. مش عايزه اركز خالص اللون على بره، لان اللوك برضو قائم على تدريجة الالوان. يعني في كل لاين تلاقي فيه لون متدرج. يعني اللاين ده لو تركزوا هتلاقي اللون هنا اغمق وبعد كده افتح انسيابي، بعد كده الابيض اللي تحتيه متركز، بعد كده اهدى، بعد كده انسيابي كده. اللاين ده متركز هنا، بعد كده داخل مموه. بصوا احنا هنلعب موجه، اللوك الامواج هنلعب. فهبتدي اخد اللون البني وابتدي اركز جوه. هقف لحد الارتفاع البيك الكيرف، اعلى كيرف في الكات كريس اهو، هو ده. هقف عنده في وضع اللون. حلو كده.
وابتدي هنا بقى اغير الفرشه، اخد بنسل برش من سوما انضفها برضو الاول، وابتدي اموه اطراف البني. اوكي ده تدرج الالوان المبدئي. عايزين بعد كده ننضف. التنظيف يا جماعه ببرايمر بلويس. بلويس اهو. هاخد الفرشه بطرفها. اوكي ابتدي اقطع كات كريس، وهنا بقى سكوت، مش عايز اسمع صوت. اوكي عشان اقطع صح، عشان في عين معموله، انا مش بقطع الاتنين مع بعض، فهنقطع دي اقرب ما يكون لدي. الكات كريسز دان. الكات كريس خطيره موجه. بعد كده ابتدي بس احط هنا شويه برايمر كمان. اوكي واخد من باليت انستازيا. انا فين؟ باليت انستازيا الدرجه البيضاء، بيضاء التباشير دي خالص، وابتدي اثبت بيها المنطقه الداخليه في العين. نوقف الاغاني عشان هنا في حاجه مهمه عايزه اقولها لكم، وهي طريقه وضع الشادو بالقرب من خط الكات كريس. بصوا يا جماعه نفس الطريقه كده، انا ماسكه الفرشه مدببه مش كده. اوكي كده ترفعي حاجبك سنه علشان تفردي جفن عينك، او لو شغاله الكلاينت تقولي لها ارفعي حاجبك شويه واثبتي. وبنفس طريقه الضغط السريع دي. اول حاجه ثبتيها في الكات كريس هو الطرف. كده ابتدي اخد برضو لون ابيض ولكن اهدى شويه من باليت هدى بيوتي. هاخد ما شاء الله الديسك كله انتوا شفتوه في المرايه، تمام، مرايه هدى بيوتي كبيره اصلها. هبتدي اخد الدرجه المات اللي هي ابيض ولكن باندرتون بينك نيون كمان، مش اي بينك. اوكي وابتدي برضو اتاب بنفس الشكل الكيرف ده جنب الاوف وايت. ازاي بقى؟ او جنب الابيض، هو ابيض مش اوف وايت اهو. وابتدي اطلع كده برضو. طيب نطرقع كده علشان اللقطه اللي جايه مش سهله. هنبتدي ناخد اللون الماروني تاني، وابتدي انزل لفين بقى؟ تنزلي للكريس. يعني اعتبري الكريس ده اخر عينك اللي انت هتطلعي منه ايلاينر. انتوا متخيلين ان احنا من الكريس من هنا هنطلع ايلاينر، اللي هو المنطقه دي هنطلع ايلاينر، كأن ده عينك، كأن دي المنطقه دي وانت هتطلعي الايلاينر. فهو ده فكرتها. اوكي انا ليه بعمل في نفسي وفي متابعيني كده؟ بس اتس ميك اب، هنعمل ايه؟ طيب بصوا بقى، والله العظيم بوسه. اوكي بعد كده بقى نبتدي نعمل ايه؟ شوفوا يعني انا لا اكتفي بهذا القدر من الصعوبه، لا ده انا هصعبها عليكم اكتر. ايه بقى؟ هدمج جوه الخط ده، هدمجه. شوفي القدره، هدمجه. تمام. الاول هبتدي اطلعه كده اللون. يا اصغر فرشه بنسل اتوجدت في العالم، وبعد كده الكل قلدها، هي فرشه سوما دي. الطقم ده بيتميز باصغر فرشه بنسل في العالم. اوكي هي فاضيه مفيهاش اي حاجه. ابتدي ادمج نقطه الشادو اللي انا حطيتها دول. يا جماعه اللوك ده مليان تكنيك وفرش خطير. يعني اللي لا يفقه شيئا عن استخدام الفرش يتفرج على الفيديو ده، هيعرف يوظف الفرش بطريقه بروفيشنال جدا جدا. بعد كده تبتدي تجيبي الفرشه السحريه في نفس مجموعه سوما. تمام. وهي الفرشه المعوجه دي يا جماعه، انا الفرشه دي جات لي فتره ما بحبهاش، معرفش مش قابلاها، وبعد كده عشقتها ووظفتها في حاجات انتوا مش متخيلين. اول وظيفه ليها اللي انتوا هتشوفوها دي، اللي انا هاخد اللون الاوف وايت ده تاني،
اوكي. وبصوا الدقه والنظافه والراحه اللي بتوفرها الفرشه. مش عارفه ليه كنت قلبه على الفرشه دي. اوكي بصيها بالاوف وايت جوه. يا الله على الفرشه، مفيش فرشه هتدخل كده في مكان بالدقه بالسهوله دي الا الفرشه دي. معرفش ليه كنت قافشه عليها. في فرش عند سوما متسميه باسمي من كتر ما انا بعشقها، زي الفرشه دي. الفرشه دي اسمها فرشه مروه يحيى، هي مش بتاعتي ولكن انا اول واحده استخدمتها عند سوما كانت بعتها لي، وفي نفس الوقت ده كان عندي شغل واشتغلتها ووظفتها وطلعت اتكلمت عنها في الستوري، فاتسمت الناس سمتها يعني افتر ماي نيم يعني، فاتسمت باسم مروه يحيى. الفرشه دي تتسمى باسمي برضه من جمالها ومن خطرتها. تصوروا يا جماعه، يعتبر احنا كده خلصنا الجزء الصعب اللي في اللوك، وهو الكيرف او الايلاينر الخارجي العلوي ان شاء الله. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل البني بنفس الباليت. هي رفيعه بس يعني محيره. تمام، هاخد البني ده، هي دي نفس الفرشه بنفس مجموعه السلفر، وابتدي اطلع لاين من فعلا الكريس. يعني انتوا لو تفتكروا قلنا هنا ان احنا كاننا طالعين من الكريس، لا احنا هنا كاننا بقى بنقطع كات كريس عادي جدا ونقوم خارجين لاين، يعني كانك عملتي كات كريس وخرجتي عادي جدا. بس هنا الفرق، انا ليه عامله لنفسي كده سنده كاني بماكيج واحده، فاهمين؟ هنا الفرق ان انا طالعه يعتبر خط مستقيم شويه وموهاه لتحت، عشان ده احنا موهناه لجوه، من جوه على جوه، يعني من جوه على جوه. انا هنا هموه ده من تحت على بره. اوكي، اشكال هندسيه بعملها في عيني، اشكال هندسيه تمام. نبتدي هنا نطلع اللاين، وابتدي اخد من نفس البني واحط اللون. الشغل من بره هيكون بالشكل ده. ابتدي اطلع بره، اوكي، وابتدي اموه على تحت شويه. كده ابتدي اخد الفرشه الصغننه بتاعتنا تاني المعوجه، وانا مسمياها هوك، انها شبه الهوك شويه. اوكي، الهوك برش، وابتدي انور المثلث الخارجي ده. هنعمل ايلاينر بالاي شادو الاسود من اي باليت، هستخدم بتاع انستازيا مثلا، واقفل بيه البني. بعد كده، بعد ما عملت بقى البيز بتاعي بالاي شادو، هستخدم القلم الخطير من براو ات، القلم اللي نصه لا استغنى عنه في الحواجب ونصه ايلاينر لا استغنى عنه في الايلاينر. احلى قلم ايلاينر في الماستر وهو براو ات، وده من امال حجاج. البيج بتاعتها طبعا هتظهر لكم هنا، وهسيب لكم اللينك برده بتاعها تحت. تمام، وابتدي، شايفين رفع الخط ده لو انتوا شايفينه اصلا؟ خلصنا العين من فوق، يعني جزء من اصعب الاجزاء في الفيديو ده خلص، وهنبتدي ندخل على الوجه. وعايزه اقول لكم مفاجاه غير ساره بالنسبه لي، بالنسبه لكم عادي، وهو ان انا معيش فاونديشن هنا، لان انا نقلت سات اليوتيوب، فمعيش فاونديشنز الا كام اوردر كده كنت طلبت الفاونديشنز منه، ف
هشوف درجه تنفعني، هشوف يعني فاونديشنز دي انا اصلا ما جربتهاش لسه، فتمام. الدرجات الفاتحه زياده عن اللزوم دي، ده ميه ميه. حلو 42. اوكي نجرب الفاونديشن ده. give me a flat brush. الله. اوكي جماعة هبتدي استخدم فاونديشن شانيل درجة 42 بيج روز. اوكي الفاونديشن لطيف جدا جدا، ولكن تغطية لايت، فيري لايت كفرج، يعني تغطية رقيقة جدا جدا جدا. اوكي برضو الخبر التاني العجيب ان انا ما عنديش كونسيلرز. يعني انا الحمد لله اني كنت طالبه كام اوردر كده، الحمد لله هنستخدم منهم كل حاجه النهارده مع بعض. اوكي طب معايا كان كونسيلرز برضو هدى بيوتي، دول هستخدم كونسيلر هدى بيوتي الفو فلتر كونسيلر رقمه شوجر بسكت اللي هو 3.5 ان. بليز هنكنسل حاجات اخرى مش لطيفة بسبب الجو. واو coverage instant coverage، تغطية في لحظتها. تك 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 كده سريعا. بعد كده هثبت طبعا بلوز باودر ستيل ماي فيفورت بتاعت هدى بيوتي اللي هي درجه باوند كيك. ثبت بيها تحت العين، كل الوجه، بسيجما بيوتي بلندر 3 دي اتش دي، نفس التكنيك بتاعنا عادي جدا. الكاميرا فصلت، بس انا اقول لكم انا عملتش حاجه، انا حطيت كحل في عينيا. بصراحه الكاميرا فصلت، هقول لكم ليه. انا قعدت ادور على الكحل اللي عندي بتاعي المفضل من عهود وما لقيتوش. الشباب محتاجين نرتب هنا اكتر من كده، يعني يا ريت تيجوا تساعدوني في الترتيب اللي هنا، لان السيت اب الجديد مش عاجبني. اوكي يعني عملت بديل، حطيت جل لاينر جوه العين، ولكن انا ما بفضلش ابدا الجل لاينر جوه العين. هنعمل دلوقتي ان احنا هنرجع تاني للباليت بتاعتنا حبيبتنا سيجما، وهنبتدي نموح تحت العين شويه باللون بقى ايه، باللون الماروني. اوكي ده حبيبنا. اوكي ابتدي اموهه شويه تحت العين. بيجمنتيشن اي شادو سيجما ما بتهزرش، يعني يوم ما بعمل كده عايزه سوايب خفيفه من الشادو انه يبان، بلاقيها بقى. ما كانش قصدي ان انا اعمل عين مفتوحه، والله ما كانش قصدي، كنت بموه، هو عمل لي عين مفتوحه. اوكي مفيش مشكله. اوكي بعد ما خلصنا العين وكميه الايلاينرز اللي طالعه من العين وقت اللاشز. واللاشز الحقيقه انا بحب جدا 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 رموش سوما، ف يعني هيا بينا نختار سويا. اوكي الحقيقه على الرغم من التو لاش بوك اللي هما معايا دول من سوما، الا ان في باك صغنن كده برضو من سوما عجبني قوي 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 قوي. وعايزه اقول لكم ان الرمش ده انا واخداه من سوما، وهي بتقولي يعني انا مش هعمله تاني علشان مش مطلوب قوي قوي، يعني مفيش بنات عارفه توظفه صح او معلوش اقبال بسبب ان البنات مش فاهماه. انا فاهمه لكم. طيب احنا كده لزقنا اللاشز الخطيره الرهيبه الخفيفه. وجماعه عايزه اقف هنا واقول ان يمكن ده من اكتر تكنيكس العين اللي انا عملتها، مش على التشانل هنا بس، لا هو في حياتي، صعوبه ودقه ووقت وماتيريال ودمج وتكنيك. ولكن انا ما كنتش هقدر اعمل كل التكنيك ده لو كان في عيني عدسه مش مريحاني، ما كنتش هقدر. زي ما قلت لكم انا عيني عامله فيها عمليه ليزك، عندي حساسيه شديده 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 واحنا فصل الربيع، فالدنيا بايظه معايا خالص في الجيوب الانفيه، فانا ما اقدرش احط لينسز واقعد في هذا الكم الكبير من الاضاءه. انتوا اكيد شايفين في عينيا في كام رينج لايت،
انعكاس الرينج لايت، الا اذا كان في لينسز مريحاني في عيني قوي قوي قوي، ولا مسببه لي زغلله فكل شويه تخليني ارمش، ولا مسببه لي شك، ولا عايزه احكها او عايزه اهرش او عايزه اشيلها او مش طايقاها. فشابو لللينسز اللي انا حطاها، وهي هيفا كوزماتكس درجه نوتيلا. شابو شابو على الراحه وعلى الكواليتي العاليه، وقدامكم خير مثال. فانا بقالي قد ايه دلوقتي قاعده بصور؟ كام ساعه قاعده؟ من 10 ل 3، فبقالي 5 ساعات قاعده بصور، والحمد لله حتى بياض عيني ما راحش وجي كده في الاحمرار، لا الحمد لله، وده يدل على الراحه. هستخدم البرونزر بتاعي من سيجما كوزماتكس درجه ميديوم. هنبرونز اب بوجهي دلوقتي. اوكي، بعد ما خلصنا البرونزر وعمليه تجميل الانف دلوقتي مؤقتا شغاله، هنبتدي نستخدم دلوقتي البلاش المفضل عندي بقاله بالظبط سنوي، هو عهود كوزماتكس. اكيد انتوا شفتوا على اليوتيوب الباليت دي قبل كده، وشفتوا بصوا ما شاء الله كل حاجه طالعه في المرايه. يعني لو انتوا عايزين تتفرجوا انا بعمل ايه اتفرجوا في المرايه. واكيد طبعا شفتوا الباليت دي البيجمنتيشن بتاعتها قويه ازاي، وفعلا ثابته نفسها لحد دلوقتي ككواليتي كسعر كبيجمنتيشن خطيره. بنات كورساتي لما بيجوا بينبهروا بيها، انا بسيبها لهم يشتغلوا بيها براحتهم. هي والدرجه الثانيه في درجه بيتشي برده معاهم، عايزه اقول لكم كالوها دمروها لدرجه ان انا جبت واحده جديده شكرا. فدي لا غنى عنها. وطبعا مع اللوك اللي انا عاملاه ده عشان هو على روز، فهنستخدم الدرجه الخطيره ميكس مع الدرجه الرهيبه. وكمان هستخدم الهايلايتر من باليت عهود، ننبهر كلنا. باليت عهود بيجيلي فيها 7 الوان من البلاش ودرجه واحده هايلايتر اللي انا بستخدمها دي، وهي درجه خطيره لان هي بتكون على بيرلي شويه او لؤلؤي شويه، فبتليق قوي 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 مع جميع اللوكات. وقت الحمراء ياه خلصت، مش مصدقه اعصابي. طب جماعه انا هحدد الشفايف من بره من الاخر علشان بس نبقى على بينه كده كلنا. اهو بصوا الدرجه دي من عهود اسمها تويرل، لو هتطلع في الفوكس يا ريت. ايوه تويرل، هي درجه الروز العرايس. يعني عروسه تقولك عايزه روج على روج شويه، تويرل من عهود. بس خلاص كده انسي بقى، مش هنفضل نرغي كتير. واو الله، ايه ده يا جماعه ده؟ الله جماعه انا يعني فاضيه خلصت اللوك، فقلت ايه اجرب كده نحط ستريس. لا 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 لا، عجبني قوي عجبني قوي يا جماعه. في ايه ده؟ واتس رونج؟ Shed your dreams and shed your bed. I know you well, I know you'll spend. Been the one for me, so hello baby. وفرصة سعيدة يلا وروح، يلا تعيش بقى وتفتكر هبيعك حتى من غير. واو خطير رهيب. ما هذا اللي حصل ان احنا لزقنا الستريس ده. الستريس از ا جيم تشينجر بجد، خطير 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 خطير. وبكده نكون خلصنا اللوك النهارده. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون على قدر الغيبه. يس ادعوا لي ان انا التزم باليوتيوب شويه كده والموضوع يهدى عندنا شويه، علشان الواحد بيحب اليوتيوب. انا بحب اليوتيوب جدا جدا، وبحب جدا متابعيني، وبحب ان انا اقعد افن وابتكر ونعمل اللوكس الخطيره دي. واسيبكم مع الفاينل لوك. يلا باي باي.